السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على كل إخواتنا وحبايبنا ومتابعينا جوه مصر وكل إخواتنا وحبايبنا في الدول العربية. سموا بالله وصلوا على رسول الله حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما انتم شايفين النهارده بنخرج الفراخ. طبعا انا نزلت لكم الفيديو عمر 40 يوم بالوزن، وعشان الفيديو ما يطولش عليكم قلت خلي الفيديو الذبح وخروج الفراخ لوحده. طبعا عشان عم الحاج راجل كبير فمش هينفع ان هو ينزل من فوق ويشيل الاقفاص دي، فانا نزلتهم له في الاسطبل تحت. قلت له انا هسال انا وبنتي كده انزلهم لك في الاسطبل تحت، وعقبال ما انت تيجي بحيث ان انت تشيل تحط على طول، ولا تستنانا نطلع ولا ننزل ولا نقول لك شيل، لانه هو راجل كبير يا جماعه ومش هينفع ان انا اشيله حاجه. وانا بصراحه ما اقدرش ان انا اشيل اقفاص وانا انزل بيها من الثالث للاولاني. طبعا انا دخلتهم له عندي في الاسطبل جوه اهو، وهو كده بيشيله. طبعا انتوا عارفين ان دوم 18 فرخ 18 فرخه. احنا لسه بنحملهم اهم، وهنروح على بتاع الفراخ ونذبح ونشوف ايه اللي هنبيعه وايه اللي هنسيبه. احنا برضو لسه ماشيين على الله. انا لغايه دلوقتي ماشيه معاكم، ما حدش طلب مني حاجه لسه، يعني ما اعرفش ايه اللي هيتباع وايه اللي مش هيتباع يعني احنا لسه ماشيين كده على الله. طبعا احنا هنا بقى سموا بالله وصلوا على رسول الله حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. طالعين من الشارع بتاعنا اهو، لسه على الله كله. بينا وبين السوق ما يجيش 3 دقايق، ما يجيش 3 دقايق او ما يجيش 5 دقايق اصلا خالص. طبعا دي بنتي اللي راكبه قدام دي، وانا راكبه ورا على الاقفاص. وعايزه اقول لكم الساعه 7 الصبح والجو تلج. الساعه 7 الصبح والجو تلج كده، بس الشغله البدريه منسيه. طبعا السوق بيشتغل عندنا من الفجر. السوق بيشتغل عندنا من الفجر. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. ربنا يطعمنا ويطعمكم ويصلح احوالنا جميعا وييسر امورنا جميعا، وعقبال الدوره الثانيه ان شاء الله اللي عندي دي على خير، وتبقى موازين من احسن الموازين. عايزه اقول لكم لو كنت قعدت الفراخ دي النهارده، يعني النهارده يعتبر 40 يوم، يعني انا وزنهم الصبح، يعني وزنهم لكم الصبح الساعه 7 ولا 8 الصبح، لا كلوا ولا شربوا نهار ولا ليل. يعني لو اليوم ده كله مشي بنهاره وبليله اللي هو عمر 40 يوم ده، كانت الفراخ في اللي قفل 4 كيلو وفي اللي جه 4 الا ربع. يعني يوم بيفرق يا جماعه. يوم مصطفى يوم يفرق. يوم اليوم بيفرق. اليوم بيفرق. هنا بقى احنا كنا خلاص دخلنا البلد اهو، دخلنا كده السوق، يعتبر دخلنا كده لسه اهو. الحوضه دي كده يعتبر اول سوق. عايزه اقول لكم السوق مش المكان ده بس، ده بره بقى خالص كبير قوي. دي البدايه لسه، ومن بره بقى من الشوارع التانيه كبير كمان، له كذا مدخل. اللهم صل عليك يا نبي. طبعا دي السوق اهو، احنا كده وصلنا. تروسيكل قدامنا هناك اهو. انا نزلت كنت بكلم واحده قاعده في السوق بتكلمني، بتقول لي يا ام مصطفى انت هتبيعي الفراخ دي؟ سبحان الله، انا بصور والتروسيكل قدامي هناك اهو. قلت لها انت عايزه ايه بس؟ قالت طب روحي بس وشوفي انت هتعملي ايه وانا هقول لك انا عايزه، جايه وراك اهو. زي ما انتم شايفين الفراخ النهارده بتتباع في المحلات ب 70 جنيه. الفراخ بتتباع في المحلات ب 70 جنيه. انا بقى دلوقتي هبع 10، وهي قالت لي انا عايزه 7، واديت واحده لام ناصر اللي هي بتنظف الفراخ. يا جماعه اعملي بانيه حاضر، اعملي دبابيس حاضر، قطعي الجناحه حاضر. بصراحه الوليه ما بتتاخرش عني في حاجه، فانا يعني حاجه بسيطه ده، يعني مش قيمتها بس هي حاجه بسيطه برضو، جبران الخواطر على الله. يعني زي ما بقول لك طباخ السم بيدوق برضو. سبت لها واحده وبعت 7. طب بعت ال7 بكام يا ام مصطفى؟ الفراخ زي المحل، عم السيد سلمها لها زي المحل. هي ست بتبيع، مش هينفع ازود عليها 5 جنيه ولا 3 جنيه على الكيلو. اديتها الكيلو ب 70 جنيه. هي خدت ال7 لها ولسلفتها ولبنتها، خدت 7 فراخ ب1000 حنا و1000 شفا يا رب. طبعا بقى احنا هنا بنعمل اهو 5 فراخ هيتعملوا بانيه، و5 فراخ هناخدهم كده هنقطعهم وناخدهم زي ما هما كده. يعني خدت بقى الفراخ التقيله قوي 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 كده. الفراخ كلها بسم الله ما شاء الله تقيله يعني. بنعملها بانيه. هي بقى لسه ام ناصر بتقطع اهي وبتظبط لي الدنيا، الله يبارك لها يا رب. اهي انا بقى واقفه جنبها كده عشان بقول لها اعملي كذا واعملي كذا. دي فراخ يا جماعه اللي بتتظبط اللي انتوا شايفينها دي كلها فراخ. بسم الله ما شاء الله الفراخ. اللهم صل على النبي. والله يا عم السيد بيذبح يقول اللهم صل على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. بس يا حبيبي احنا كده جبنا البيت اهو. وطبعا احنا جبنا الايه الشكاره دي فضيتها، كانت فاضيه عندي بتاع علف، خدتها جبت فيها الايه الفراخ. بس انا حطاها على صينيه عشان بصوا في دم بينزل منها اهو من الشكاره من الفراخ. طبعا اول حاجه حطيناها على الوش عشان ما تتهريش لما يكون ذبح فراخ. اول حاجه تحطيها على الوش الكبده اهي. طبعا انا هوريكم بس حاجه اهي.
دي ايه؟ الكبده. دي الكبده يا جماعه. بصوا الكبده عشان كنا بنحط خل كبده بسم الله ما شاء الله زي الفل اهي. عايزه اقول لكم بقى الناس اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليك يا نبي، اللي هي بتذبح فراخها مثلا تذبح الفرخه، مثلا انا بذبح الفرخه عندي ب 10 جنيه. الناس اللي بتذبح الفراخ دي لو انت عايزه تطلعي بانيه، لو انت عايزه تطلعي مثلا دبابيس، لو انت عايزه تطلعي اي حاجه، دي شامله حق الفرخه يا جماعه. في ناس بتذبح الفرخه بس وتقطعها وتروح، ما يكون مربيه زي كده في محل الفراخ. لا انا بذبح الفرخه، عايزه بانيه بقول له، عايزه اقسمها بالنص بقول له، طلع الكبده لوحدها، عايزه دبابيس بقول له. يعني ده من ضمن الفلوس، من ضمن ال 10 جنيه. اصل هو مش هيطلع لك شويه ريش بال 10 جنيه يعني. طبعا دلوقتي احنا هنقول ايه اهي. دي الاجزاء يا جماعه اللي هي الهياكل. طبعا انا عامله 5 فراخ بانيه، 5 فراخ بانيه، كل ده معمول هناك، كل ده معمول هناك. هنفتح برضو واوريكم اهي كل حاجه برضو. ثواني هفتح الشنط بس. بصوا بقى احنا هنقول على حاجه. طبعا الكبده انا فتحتها لكم اهو. بصوا الكبده لا محمره ولا الدم مكتوب فيها ولا فيها كتل دم. بصوا الكبده زي ما تكون انت مزغطه بط او مزغطه يعني حاجات. شفت الكبده بتاع البط لما بنزغطها بتبقى اللون ده. الناس اللي بتربي بقى عارفين كلامي ده. بصوا الكبده بسم الله ما شاء الله ما فيهاش اي كتل دم، ما فيهاش اي حاجه. ليه؟ علشان احنا اول باول بنحط خل، والخل ده هو اللي بيشد اي عروق دم في الجسم الفراخ، وبيشد اي كتل دم في الكبده، في الكبده بالذات. بصوا الكبده انا بوريكم برده الكبده عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله اهي كبده. دي الكبده. طبعا ايه بقى دي حاجه انا طبعا فضيت الفراخ اهي، وهقول لكم ايه اللي انا خدته فراخ اهي، وايه اللي انا بعته. طبعا انتوا عارفين ان انا كده كان باقي عندي 18 فرخه. بعت اللهم صل على سيدنا محمد 8، وبرده على 70 جنيه يا جماعه. يعني انا بعت 8 على 70 جنيه الكيلو. يعني الفراخ النهارده ب 70. يعني صراحه واحده برده بتبيع في السوق قالت لي لو معاكي فراخ عايزه 5. المهم هي خدت اللهم صل على النبي حسن الملاعق الفراخ تقيله، خدت 4 وبعت 3 كمان. يعني انا بعت 7 وخليت 11، خدت 10 ليا. وطبعا انا متعوده بالمناصر اللي هي بتنضف لي الفراخ بديها واحده. يعني انا بعت 7 على 70 جنيه الكيلو ماشي، وخدت انا ليا 10. عملت 5، خدت ال10 عملت 5 بنات، و5 خليتهم الفراخ يعني زي ما هي ماشي. طبعا دي الكبده اهي بتاع ال10 فراخ. وطبعا الشنطه اللي انتوا شايفينها دي اهي، الشنطه اللي انتوا شايفينها دي انا خليتهم هم هناك طلعوا لي البانيه. بصوا يا جماعه البانيه بتاع الايه بتاع طبعا انا قبل ما امشي طبعا منضفه الحوض بتاعي، منضفه البوتاجاز بتاعي، منضفه دنيتي عشان اجي على طول اشتغل. ما اجيش ان انا وبصوا مجهزه الميه اللي هنقع فيها اهي، ملح ودقيق وليمون. بنقع في ملح ودقيق وليمون، مجهزاها، مجهزه الميه اللي هنقع فيها، مجهزه كل حاجه. فاحنا دلوقتي دي الايه دي الصدور اهي اللهم صل على سيدنا محمد. مخلينا ايه، خليتهم مناصر خليتها لي هناك. وزي ما قلت لكم يا جماعه كل ده بيبقى من حق الفراخ، تنظيف الفرخه. بصوا الصدر بسم الله ما شاء الله، فراخ اللهم صل على النبي تقيله اهي. عملت 5 فراخ بانيه اللهم صل عليك يا نبي. دي كده الايه بانيه. اشطفهم يا جماعه ومفيش يعني 5 دقايق انقعهم واشيلهم عشان ما يطيروش مني. يعني كنظافه هو المفروض ما انقعهمش، بس لازم انا انقعهم برده لو حتى دقيقتين 3 واشيلهم. طبعا دي الايه دي الصدور اللي انا عملتها. طبعا الكبده وريتها لكم. طبعا بقى اللي طلع من الايه دي الهياكل يا جماعه اللي هي الاجزاء اهي. خليتهم مناصر، خليت لي الجناح في جنب والرقبه في جنب والهياكل لوحدها. دي الهياكل اللي احنا ايه خاليين منها الايه، خاليين منها البانيه اهي. طبعا الجناح اهي فصلاها عن بعضها اهي. دي الهياكل اهي والرقبه اهي. كل حاجه لها منفعه. تعملي صينيه بطاطس الحاجات دي هتنفع، مش هتقول لا. انا قصدي على الرقبه والجناح. لكن الحاجات اللي هي الهياكل دي لو عايزه تسلقيها وتحمريها او تسلقيها وتاكليها كده بس عادي. دي الهياكل اهي، ودي الجناح اللي احنا طلعناها اهي. الجناح اهي دي اللي احنا 5 فراخ اللي احنا عملناهم ايه، عملناهم اللهم صل على النبي بانيه. بانيه بقى شاورما اي حاجه انت عايزه تعمليها. المهم يبقى انت جايبه حاجتك جاهزه دي يا جماعه 5 فراخ. طب يا ام مصطفى ده لسه انت كده جبت الجناحه والرقبه والهياكل والبانيه، فين اللي وراك؟ هوريها لكم برده دقيقه واحده. طبعا زي ما انتم شايفين دي الايه الدبابيس اهي.
دي كل اللي انا بوريه لكم ده الخمس فراخ اللي انا عملتهم بانيه. طبعا خليت عملت لي دبابيس اهي، فصلتها لي علشان ايه لو انا اعمل صينيه بطاطس ولا حاجه اهي. وطبعا الورك اهو، بصوا بالصلاه على النبي اهو، خليتها فصلت الورك الدبوس من الورك حتت كده صغيره، عشان لو انت عايزه تعملي صينيه بطاطس الحاجات دي كلها تنفع. خمس فراخ، عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله اهي، بسم الله ما شاء الله دبابيس يا جماعه. انا بوريكم الحاجات دي الاول عشان اقول لكم انا عملت ايه، لكن تنظيف الحاجه طبعا في الميه وان انا هنقعها انا يعني مش هطول عليكم الفيديو، انتوا كده خلاص عرفتوا انا هعمل ايه. كده دوم خمس فراخ بالدبابيس بالوراك بالهياكل بتاعتها بالجناحه بالرقبه بالبانيه، دوم الخمس فراخ. طب الرجول بقى، جبنا الرجول معانا برضو اهي والكبده اللي وريتها لكم حاجه معاكم اهو. دي الرجول اهي، الرقبه دي بتاعت الخمس فراخ يا جماعه، الجناحه اللي هي الفرداني دي كده الصغيره دي بتاع الخمس فراخ اللي انا ما رضيتش اعملهم بانيه، عملت 5 بس بانيه اهي. دي الجناحه مع الرجول اهي. وطبعا الخمس فراخ التانيين هم برضه هوريهم لكم قبل ما اشتغل وقبل ما اعقم وقبل ما اعمل اي حاجه. انا اول حاجه هعملها هنا البانيه، هشطفه شطفه حلوه وانضفه وانقعه اهو، مفيش 3 دقايق و4 دقايق، مش هكمل 5 دقايق، وهشيله احطه في مصفى يصفي ميته، وبعد كده هبدا في الفراخ. طبعا الكبده معروف ان احنا بننقعها لوحدها بملح ودقيق وليمون، عشان مهما كان الكبده حتى لو انت نظيفه، ان الكبده نظيفه او انت انهي حاجه على ايدك او سواء جايباها من بره، لازم الكبده تنقعها لوحدها لانها بتبك دم. تنقعي كل حاجه الفراخ مع بعض من عدا الكبده والقوانص، مهما تنقعيها بتبك دم، فاحنا بننقعها في مكان لوحدها خالص. بجيب بوله واحط لها دقيق وملح وليمون وبنقعها لوحدها، ده الكبده والقوانص بس. صلوا على الرسول وتعالوا بقى نطلع بقيه الفراخ ونشوف معانا ايه. هنا بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، انا فصلت معاكم الفيديو، كنت انا بقى غسلت اللي كان في الحوض كله عشان اوسع طبعا، عشان ما كمخش كله على بعضه. غسلت كل الحاجه اللي انا وريتها لكم، استبديت الاول، بدات الاول شطفت اللهم صل على سيدنا محمد البانيه ونقحته بتاع 5 دقايق، وبعد كده اللهم صل على سيدنا محمد شلته وصفيته، شطفته وصفيته في المصفى عشان ما يتهريش يا جماعه. طبعا هنا بقى انا نزلت دي بقى الخمس فراخ اللي هم السلام. هنا الصدر سبته على بعضه بس بقى، وانا كنت ما بقش يعني ما كنتش بقسم الوراك، كنت بخلي الورك سليم ماسك نفسه، الوركين ماسكين نفسهم. ام ناصر ما خدتش بالها وقسمتهم لي كل ورك لوحده، زعلت، قلت لها لا والله ما تزعلي ولا حاجه عادي مش مشكله، قسمتيه. هي نسيت وقسمته يا جماعه كل ورك لوحده. يعني انا كنت بقسم الفرخه نصين، الصدر لوحده زي ما انتم شايفين كده، والورك بيبقى ماسك نفسه، الورك دي مع ده. هي جابت الورك قسمته كل ورك لوحده، فقلت لها مش مشكله عادي. هنا بقى دوم 5 فراخ زي ما قلت لكم، عملنا 5 بانيه و5 تانية. وشوفي هنا بقى كنت ظبطت الدنيا، فصلت معاكم بقى عشان ما كمخش في الحوض ده على ده. غسلت بقى الخمس فراخ بتوع البانيه وشطفت البانيه ونقحته شويه، مفيش 3 دقايق وركنته. في الوقت ده بقى انا عملت انا نقحت ونضفت كده ورحت صليت الظهر وجيت اكمل معاكم الفيديو. بصوا بقى الدم مهما كان النقع يا جماعه، ملح ودقيق وليمون، ما تحطوش خل بيهري الحاجه. هنا بقى الكبده اللي بتبقى في الورك دي بتتشال يا جماعه، دي بتبقى السموم اللي في العلف. الناس بقى اللي بتشطف الوراك وتسيبها زي ما هي كده، لا انا بشيل الكبده اللي بتبقى في الورك، لان دي اصلا بتبقى السموم اللي في العلف. دي بتبقى بصوا الجوره دي اللي هي بتبقى فيها الكبده بتاعت الورك، دي السموم اللي في العلف، فلازم نشيلها ننضفها خالص، ما نخليش لها اثار. طبعا دوم الخمس فراخ نقعناهم وظبطناهم بالجناح بتاعتهم بالدبابيس زي ما انتم شايفين، وطبعا ظبطنا البانيه وحطيناه بيتصفى وهنكيسه اهو. دوم الخمس فراخ اللي عاملين لهم بانيه زي ما انتم شايفين اهو، ما نقحتهمش، ما كملوش 3 دقايق، 3 دقايق، وشطفتهم بميه نضيفه وحطيتهم في المصفى يتصفوا. هنا بقى الفراخ هنظبط الدنيا، ما يبقى معانا كده الرجول والكبده والقوانص اللي فاضلين، هنظبط دول الاول وبعد كده نرجع نعمل الكبده والحاجه والرجول والحاجه. هي الكبد والرجول كده اللي فاضله يا حبايبي. بصوا بقى انا بقول لكم، بصوا اللي انا بشيله، الحاجات اللي انا نقعتها دلوقتي اللي هي بتاعه الخمس فراخ بتوع البانيه اهو. دي الكبده اللي بقول لكم عليها تتشال من الورك، هي دي بقى الكبده اللي بقول لكم تشيلوها من الورك، لانها دي السموم اللي في العلف، محدش يسيبها يا جماعه، وبالذات الناس اللي بتخزن. هي كده هتاكلي النهارده هتاكلي بعد شهر، هي بتتشال، بالذات الناس اللي بتخزن فراخ
بصوا الخمس فراخ التانيين برضو نفس اللي عملته هنا برضو. الوراك كلها شلت الجوره، هي باينه مفيهاش اي حاجه، شلت الكبده اللي تبقى في الجوره بتاعت الوراك برضو. طبعا هنا خلصنا بقى الخمس فراخ كده اللي بتاعوا البانيه والخمس فراخ السلام. هنا بقى هنبدا في ايه؟ هنبدا بقى في الرجول والجناحه والرقبه عادي. يعني ممكن برضو هنحطهم برضو على الفراخ عادي، يعني كله نوع واحد. لكن الكبده معروف يا جماعه ان الكبده عشان بتبك دم مهما كان برضو، سواء انت شاريها من بره او من بيتك، لازم الكبده والقناصه تحطيها تنقعها لوحدها عشان بتبك دم، هتبوظ لك الفراخ. لازم تتنقع في بوله لوحدها. الكبده والقوانص، كبد والقوانص بالذات بيتنقعوا لوحدهم في بوله لوحدهم. هنا بقى كنت بصوا حاجه بوريها لكم تاني اهي. بصوا الدم احنا بننقع، وبعد ما بننقع بنص ساعه بنشطف بميه نظيفه. هنا بقى كنت عملت الرجول والجناحه والرقبه، شيكت عليهم وخليتهم زي الفل كده. كده بقى ما قدمناش الا الكبده. في برضو التكتين في الكبده كده عايزه برضو ايه انوع عنهم، وهيبقى قدامكم برضو كل حاجه دلوقتي. النقع يا جماعه في الشتاء نص ساعه، وفي في الشتاء من نص ساعه ساعتين 3 4 زي ما انت عايزه. لكن في الصيف نص ساعه عشان الجو حر. يعني في الشتاء عايزه تقعدي نص ساعه ساعه 2 مش مشكله، الجو بيبقى ساقعه والفراخ مش هتريح منك، يعني مش زي الصيف. لكن في الصيف نص ساعه، وبنحط كمان تلج في الميه في خلال النص ساعه بتاع النقع ده، لان الجو بيبقى حر والفراخ ممكن تريح منك. هنا بقى غسلنا الكبده وظبطنا الدنيا. وفي تكتين كده في الكبده اقول لكم عليهم. كوز القلب بيبقى فيه كتل دم، لازم تفتحيه وتنضفيه، دي اول حاجه. هوريه لكم برضه اهو. دي كوز القلب يا جماعه، افتحيه كده بالنص وتشيلوا كتل الدم اللي في قلبه. كوز القلب لازم تفتحيه زي ما انا فاتحاه كده وتشيلوا كتل الدم اللي في قلبه. دي حاجه. الحاجه التانيه بقى ان الكبده بتبقى فيها بتاع كوره كده صغيره، زي كوره صغيره هوريها لكم دلوقتي. دي لازم دي بتبقى كلها معبيه مجمعه دم. الناس اللي بتخليها في الكبده برضو غلط، دي بتبقى مجمعه. انا كل ما افتكر اقول لكم، ذبحت كذا مره انسى. اي بصوا كوز القلب مخليه زي الفل اهو. الكور ده بقى اللي بتبقى في الكبده دي تترمي، دي مجمعه دم يا جماعه. دي زيها زي الكبده اللي في الوراك، السموم اللي في العلف، دي كلها مجمعه دم. هتتاكل ازاي؟ فاحنا بنشيلها نرميها. يعني الكبده فيها تكتين. الكوز القلبي في كوز الدم لازم تفتحيه وتنضفيه كويس، ودي لازم تتشال تترمي، ما ينفعش انها تتحط مع الكبده. وطبعا نقعنا بملح وليمون ودقيق، برضو خدنا شويه ميه من اللي احنا كنا ناقعين فيه اهو. هنا الحاجه دي كلها هتتنقع وتتشطف شطفه حلوه. بعد ما تتنقع هتتشطف بميه نظيفه خالص. وطبعا مجهزه المصافي، وانتوا عارفين وعملت معاكم الموضوع ده قبل كده. مجهزه المصافي، هشطف واحط في المصافي، هيصفوا الميه خالص نظيفه بتاعتهم، هتتصفى خالص وكيس بقى واحط في الديب فريزر اهو. كده خلصنا وظبطنا الدنيا، وعقبال الدوره بتاعت رمضان يا رب وانتوا واحنا مع بعض كده بخير، وربنا يطعمنا ويطعمكم فيها اللهم امين يا رب. دي بقى الفيديو بتاعنا كان النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم، واكون قدمت لكم حاجه واكون عند حسن ظنكم. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد. بس بالله عليكم بالله عليكم اللي شاهد الفيديو ما ينسناش في اللايك والاشتراك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد. بالله عليكم يا جماعه، اللايك بيفرق كتير في القناه، وهو اللي بيرفع الفيديو. واليوتيوب لما بيلاقي اللايكات كتير بيقترح الفيديو، بيخلي اكتر عدد ممكن يشوفه واكتر عدد ممكن يستفاد منه. يعني مش انت اللي بتستفادي بس، اللايك بيفرق كتير معاكي ومع غيرك. فبالله عليكم اللي شاهد الفيديو فضلا وليس امرا يحط لنا اللايك ويشترك في القناه عندنا، ويبقى جزاك الله كل خير. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه